تصدق ان في فيلم مصري بيحكي قصة كفاح الزعيم مصطفى كامل اللي كلنا درسنا قصة كفاحه ضد الاحتلال الانجليزي ومطالبته باستقلال مصر في مدارسنا، واللي بالمناسبة رغم انجازاته الكبيرة وتأسيسه لجريدة اللواء للدفاع عن حقوق المصريين مات صغير جدا عنده 34 سنة بس عام 1908. فيلم مصطفى كامل طرح بالسينمات عام 1952 مع ضجة كبيرة بالصحف لأنه كان ممنوع من العرض بالعهد الملكي ورفضته الرقابة تماما بسبب مهاجمته للإنجليز، لكن بعد الثورة وافق الضباط الأحرار على عرضه بالسينمات وكان بيتكتب على إعلان الفيلم الجديد بالصحف الفيلم الذي منعه عهد الأغلال وأفرج عنه عهد الأحرار. الفيلم كان من بطولة ماجدة وحسين رياض وأمينة رزق ومحمود المليجي وزينب صدقي، وقام بدور الزعيم مصطفى كامل الكاتب الصحفي الراحل أنور أحمد اللي شارك برضه في كتابة السيناريو.